الكرام، وعلى رأسهم جريدة الخبر التابعة للاستخبارات الجزائرية، نشرت عناوين تضرب في صميم الدولة الإمارات، حيث قالت عليها أن الشر القادم من الإمارات إلى الجزائر ثم السودان، سيادة الدول واستقلالها قرار يخيف ورشة شيخ آل زايد. وأيضا من المقالات التي ضربت بها جريدة الخبر كلا من المملكة المغربية والإمارات العربية المتحدة والقيادة في ليبيا، حيث قالت: مؤامرة متعددة الأبعاد ضد الجزائر، الإمارات الخرابية الغير متحدة. هذه هي العناوين الصبيانية التي وصف بها إعلام الزريبة في الجزائر كلا من الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية، بل وأكالوا التهم للمغرب والإمارات ولقيادة حفتر في ليبيا وغيرها. وأيضا في الجرائد الجزائرية عنونت الخبر أيضا: الشباك الصهيوني يتحكم في الأمن الإماراتي، أبو ظبي فتحت أبوابها للشباك بصفة مستشارين، أي أنه تتهم الإمارات بأنها أصبحت وكرا للصهيونية وما إلى ذلك من هذه الترهات على الإعلام في الجزائر. وأيضا جريدة الخبر قالت في واحدة من المقالات التي تظهر صبيانية الإعلام في الجزائر، ولتعلموا الدعاية أو الآلة الإعلامية في الجزائر كيف تشتغل وكيف يتم إطلاقها مثل أعزكم الله الكلاب وهي تتحدث. الإخوان اللي معي في القس سوف أصعدكم بعد أن أنهي. مرحبا بكم. قالت جريدة الخبر التابعة للاستخبارات الجزائرية بأن أبو ظبي عاصمة التخلاط، بمعنى أنها تتهم الإمارات العربية المتحدة بأنها دولة تقوم بأعمال عدائية تجاه الزريبة في الجزائر. الإخوة الكرام، كان هذا ما كتبته الصحافة الجزائرية. دعونا نستمع إلى الرئيس تبون ماذا قال، وسأكون بذلك قد أعطيتكم سردا منذ بداية الأزمة إلى الآن، وبعدها سوف نستمع إلى دكتورنا الأستاذ عبد الحق الصنايبي الخبير الأمني وأيضا المحلل السياسي والمهتم بالعلاقات المغربية مع دول الخليج وأيضا شمال إفريقيا وغيرها. دعونا نستمع إلى ما صرح به الرئيس تبون في آخر خطاب له، ولنعلم ما الذي جعل النظام في الجزائر من أعلى سدة الحكم إلى أسفل الآلة الإعلامية، بل وحتى الذبابهم الإلكتروني المشتغل الذي يشتغل على مواقع التواصل الاجتماعي يفتح لايفات يوميا للضرب في الإخوة في الإمارات وفي المملكة المغربية وفي السعودية وفي غيرها من الدول التي لها علاقات أخوية على أعلى مستوى سواء اقتصادي أو سياسي. دعونا نستمع إلى الرئيس تبون ماذا قال في آخر خطابه حول الإمارات العربية المتحدة. أنا في رمضان وكل الأشقاء يشهدوا على أننا ما زال ما مشيناش كلام في عنف بالنسبة للناس هذو، نعتبرهم دائما أشقاء، طلبوا لهم الهداية، وهذا شهر رمضان إن شاء الله ربي يهديهم، لأن التصرفات تاعهم